السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ نتكلم عن البرفورمانس والتيوننج بتاع الموديل اللي احنا عملناه. تمام. احنا وقفنا المرة اللي فاتت ان احنا كنا بنقول فكرة ان احنا لازم نعمل تقييم للنموذج، يعني مش مجرد ما طلع لي الاكيورسي دي بس اللي هتقيم لي النموذج اللي انا عملته او الموديل اللي انا عملته. طيب انا عايز اعرف حاجة تانية، هل هو بيعاني من مشكلة اسمها البايس او الانحياز، ولا بيعاني من مشكلة تانية اسمها التشتت أو الفاريانس؟ طيب هل في مشكلة اوفر فيتنج ولا مشكلة اسمها اندر فيتنج؟ دي كلها أسئلة مهمة لازم النهاردة نفهمها. طيب أول حاجة احنا عايزين نعمل النهاردة 3 حاجات: ازاي افهم أداء النموذج بتاعي بشكل أعمق كويس، فدلوقتي أنا عايز أفهم النموذج بتاعي، ثم ازاي اعمل له ايفالويت صح. ديب ايفالويشن لازم اعمل له ايفالويت بشكل صحيح. والحاجه الثالثه ازاي اعمل له بقى حاجه اسمها تيوننج، او ازاي ان انا امبروف البرفورمانس بتاع الموديل بتاعي ده، زي ان انا اعمل له حاجه اسمها تيوننج. تيوننج دي يعني ايه؟ لما الراديو بيبقى عندك وانت بتحاول تظبط محطه معينه، فانت بتقعد تقلب في الزرار بالراحه جدا 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 لحد ما يظبط عند المحطه اللي انت عايزها ويبقى الصوت واضح جدا بالنسبه لك. ده التيوننج في الموديل، ان انت في شويه حاجات كده معينه او اسمها هايبر بارامتر بتغير فيها بنسب بالراحه كده خالص، تقعد تغير فيها بالراحه، تطلع لفوق او تقلل لتحت زي الراديو بالظبط، لحد ما تلاقيها ظبطت عندك وطلعت لك النتيجه اللي انت عايزها، فبتوقفها لحد كده ويبقى الموديل بتاعك بالظبط كده انت عملت له تيوننج. طيب خلينا ندخل في مشكله عايزين نعرفها الاول، حاجه اسمها الاندر فيتنج وحاجه اسمها الاوفر فيتنج. يعني ايه اندر فيتنج ويعني ايه اوفر فيتنج؟ خلينا نتكلم ان الاندر فيتنج ده يعني الموديل بسيط بزياده. الموديل بتاعنا بسيط بزياده. يعني ايه؟ يعني مش قادر يلقط الفيتشرز او الانماط، فبالتالي الاندر فيتنج ده يطلع لك اداء ضعيف على بيانات التدريب وكمان على بيانات الاختبار. على عكس الاوفر فيتنج، على عكس الاوفر فيتنج ده اللي هو بيتدرب كتير قوي 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 لدرجة ان هو بيحفظ بيانات التدريب بالنويز اللي فيها. يعني هو حفظ البيانات اللي انت دخلتها له في التدريب بالظبط، فبالتالي مطلع لك اكيورسي عالية جدا على التدريب، بيانات التدريب. ولكن لما تيجي تدخل له اي بيانات جديدة هو مش قادر يتعامل معاها، وهيخيش معاك او هيطلع لك نتيجه مش كويسه. ليه؟ لان هو عمل حاجه اسمها اوفر فيتنج، هو فضل يدرب نفسه على البيانات التريننج سيت اللي انت دخلتها له لدرجه ان هو حفظها زي ما هي كده، كانت كليننج او كانت فيها نويز او ايا كانت شكلها عامل ايه الداتا سيت اللي انت دخلتها له، فهو درب نفسه عليها كويس جدا. فبالتالي هيطلع لك درجات او قيم ممتازه جدا في التدريب، ولكن اي بيانات جديده هتيجي تدخلها له مش هيبقى كويس خالص فيها ويطلع لك نتيجة غير مرضية. طب ايه الهدف بالنسبة لي؟ ايه الهدف بالنسبة لي؟ ان انا اعمل بالانس ما بينهم، ان انت تخلي فيه توازن، او يعمل او تحقق ان انت تعمل تعميم جيد على بيانات سواء جديدة او اللي هو دخل عليها او اللي انت عملت له عليها تريننج. طيب خلينا نقول في طبعا يعني فجوة كبيرة ما بين التدريب، بيانات التدريب وبيانات الاختبار. لو في ما بينهم الفاليو بتاعت بيانات التدريب مختلفة كتير عن الفاليو بتاعت بيانات التستنج، فده اوفر فيتنج. طب لو الاتنين تحت، لو الاتنين قليلين، قيم قليلة، يبقى ده اندر فيتنج. لكن الاوفر فيتنج الاقي مثلا التدريب عالي قوي لكن التست قليل بعيد عنه شوية، ده اسمه اوفر فيتنج. طيب احنا قلنا ان انا دلوقتي عندي في حاجة اسمها الاوفر فيتنج والاندر فيتنج بيظهر عندي مشكلة. انا قلت دلوقتي لو اندر فيتنج يعني النموذج بسيط بزيادة ومش قادر يفهم الفيتشرز اللي موجودة، فبالتالي هيطلع لي accuracy ضعيفة على التدريب وكمان accuracy ضعيفة على بيانات الاختبار. ده بيسبب حاجة اسمها بايس، مشكلة اسمها البايس. بايس يعني ايه؟ يعني انحياز. انحياز ان هو بسيط جدا جدا جدا، الموديل بسيط قوي، فبالتالي الفيتشرز مش قادر يلقطها، مش قادر، يعني بيفوتها. طب الفاريانس في مشكله تانية بتحصل بس في الاوفر فيتنج. الاوفر فيتنج اوفر يعني هو فضل يتدرب 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 على بيانات التدريب والضوضاء اللي فيها كمان، ولكن يجي في البيانات الجديده او بيانات التست يعمل مشكله. فهتلاقي الاكيوريسي مثلا طالعه في التدريب 100%، وهتلاقي بيانات التدريب او الاكيوريسي في التست
بيانات التست طلع مثلا 80% 70% وهكذا. ده كده اوفر فيتنج، هو درب نفسه كويس قوي، وده بالتالي بيسبب مشكله اسمها الفاريانس. فاريانس يعني ايه؟ يعني تشتت. خلينا نبص المشكله. شايفين الانحياز في البايوس؟ لو بايوس اهو، هو مقرب جدا للسنتر وكلهم هنا بس. طب الهاي بايوس مقرب برضو، انحياز. بايوس قلنا يعني انحياز، لكن فاريانس عكس. فاريانس تشتت. ده هاي فاريانس متشتت كتير، وده لو، وده هاي فاريانس برضو لكن هاي بايوس. شايفين الرسمة دي؟ طيب خلينا نشوف كده الفرق ما بينهم هما الاثنين. الهاي بايوس ده الموديل بتاعه تو سيمبل، طب الهاي فاريانس لا، تو كومبلكس وبيحفظ الداتا كويس جدا جدا، بس يجي في بيانات التست يطلع اكيورسي قليله، لكن يطلع اكيورسي عاليه في بيانات التدريب. طيب البايوس لو عندي بايوس عالي هيطلع اكيورسي قليله في بيانات التدريب، وكمان اكيورسي قليله في بيانات التست. اكزامبل زي ايه؟ خلينا نسيب الاكزامبل ده هنشرحه دلوقتي. وات هابن هنا في الهاي بايثون، هو بيمس الباترن او بيمس فيتشرز معينه، بيفقدها اصلا، مش بيقدر يتعرف عليه. طب الهاي فاريانس بيعمل ايه؟ بيتذكر كويس قوي 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 التريننج داتا، ولما تيجي تدخله تيست ما يعرفوش. طيب خلينا نشوف صورة تانية زي دي. بصوا كده، البايس والفاريانس والاوفر فيتنج والاندر فيتنج، احنا قلنا ان انا عايز اعمل ما بينهم كده، هم كلهم عايز اعمل بالانس. انت لو عملت بالانس ما بين البايس والفاريانس، او بالانس ما بين الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، خلاص انت كده حليت المشكلة، حليت المشكلة تماما. لو بصينا للصورة اللي قدامنا دي، هنلاقي ان انا دلوقتي عندي زون فيها الاندر فيتنج وعندي زون فيها الاوفر فيتنج. يعني أنا عندي الاندر فيتنج، الزون اللي هي ازرق دي، ودي الاكيورسي بتاعتها من 5 من 50% لحد 100%. وعندي هو مطبقها على الديسيشن تري كمثال، يعني مجرد مثال او اناليسز، تحليل على الديسيشن تري، مختار موديل اللي هو الديسيشن تري ومستعمله. طيب وعندي الاريا دي اللي هي الاوفر فيتنج، حصل فيها اوفر فيتنج لما كان استعمل الماكس ديبس من اول 13، غير في الماكس ديبس، احنا هنشوف الكلام ده دلوقتي. الديسيشن تري لما تستعملها عندك في الموديل، ففي بارامتر بتغيره فيها اسمه الماكس ديبس، اللي هي عدد الاسئله اللي بيقعد يسالها في الشجره بتاعته لحد ما يوصل للبريدكشن في النهايه او الاكيورسي في النهايه. طيب هو دلوقتي لما جرب الماكس ديبس ان هو يغيره من 13 ل 20، وداه للمنطقه اللي حصل فيها اوفر فيتنج. ولكن لما غير في الماكس ديبس من 1 ل4، خلاه في منطقه الاندر فيتنج. طيب لو عملت اناليسز ما بين الاكيورسي وما بين الماكس ديبس، لو عملت اناليسز كده، هلاقي فين اقرب مكان المفروض، يعني بالمنظر ده كده اللي انت شايفه، فين اقرب مكان يبقى فيه بالانس. لازم يبقى اقرب منطقه ما بين الخطين دول. فين اقرب منطقه؟ هل دي ولا هل دي؟ لو بصينا هنلاقي ان اقرب منطقه هي دي. النقطة دي كده اللي حقق عندها أفضل بالانس زون. يبقى البالانس زون عند الماكس ديبس ب8، كانت الأكيورسي حاجة و80%، مثلا ممكن نقول 87%. طيب ده مجرد مثال. خلينا نروح لحاجة تانية، الكي ايفالويشن ماتريكس. الكي ايفالويشن ماتريكس أنا قلت إن الأكيورسي مش كل مرة بتبقى صحيحة، مش هي المقياس اللي على أساسه ببني أو بقول إن الموديل بتاعي ده شغال صح. دلوقتي مش كفايه، خاصه ان الفيتشرز عندي ما فيهاش بالانس. طيب انا عندي حاجه تانية اسمها البرسبشن. يعني ايه البرسبشن؟ بقيس بيها البرسبشن ده من اللي هو توقعهم ايجابي، كام واحد بقى فعلا كان ايجابي. طب الريكول، في حاجه تانية اسمها الريكول، من الايجابيين اللي هو قال عليهم ايجابيين، كام واحد قدر يكتشفهم؟ يعني من الايجابيين اللي بجد كام واحد قدر يكتشفهم؟ في حاجه تانية اسمها الاف 1 سكور. الاف 1 سكور دي اللي هي متوسط ما بين الريكول والبرسبشن. خلينا ناخد مثال ونعرف يعني ايه التي بي والاف بي والكلام ده. حاجه اسمها الكونفيوجن ماتريكس. خلينا نشوف الكونفيوجن ماتريكس الاول ثم نرجع للجدول ده مره اخرى. الكونفيوجن ماتريكس دي يعني ايه؟ طيب نيجي نشوف حاجه اسمها الكونفيوجن ماتريكس زي ما قلنا، علشان على اساسها احنا قلنا ان الاكيورسي ممكن جدا جدا تبقى خادعه. فخلينا نبص للجدول الصغير اللي هنا قدامنا ده، ونشوف الكونفيوجن ماتريكس فيه بتتحسب ازاي. طب يعني ايه اصلا الكونفيوجن ماتريكس؟ هي عباره عن مصفوفه فيها الجدول الصغير ده، بيقسم النتائج اللي طالعه لاربع حالات، يا اما بيبريدكت بوزيتيف، يا اما بيبريدكت بوزيتيف او بيبريدكت نيجاتيف. طب والاكتوال او النتائج اللي طالعه بقى، النموذج قال ايه؟ الاكتوال بتاعته بتتقسم برضو البوزيتيف وبتتقسم النيجاتيف، والبريدكت اللي هو تنبأ بيه او النموذج قال ايه؟ النموذج قال ان في انا عندي بوزيتيف وعندي نيجاتيف وعندي الاكتوال. فدلوقتي لما يجي يقسمها هيلاقي هنا ترو بوزيتيف وهنا اف بي وهنا اف ان
يعني false negative وهنا true negative. طيب دول زي ما قلنا كده تي بي دي، يعني تي بي اول واحده دي اللي هي النموذج اكتشف الحاله الايجابيه صح. طب التي ان دي ان هو اكتشفها الحاله، يعني اكتشف الحاله السلبيه صح. يبقى انا عندي التي بي اكتشف الحاله الايجابيه صح، والتي ان اكتشف الحاله السلبيه صح. طب الاف بي، اف بي اللي هي الفولس، الاف بي اللي هي الفولس بوزيتيف دي. الفولس بوزيتيف دي ان هو عارفين زي انذار كاذب كده، قال ان هو ايجابي ولكن في الحقيقه هو سلبي. طب الفولس نيجاتيف، الفولس نيجاتيف ده غلطه كبيره جدا، قال ان هو سلبي وفي الحقيقه هو ايجابي، فده انذار اكبر. خلينا نقول مثال كده. فدلوقتي بيقول ان الاكيورسي كان بي مسليدنج، فعلشان كده بنختار حاجات تانية نقيس بيها زي ترو، زي التي بي او الفول الاف بي وهكذا. خلينا ناخد مثال بشكل عملي كده. لو دلوقتي انا عندي في الحقيقه 10، عندي 100 بيشنت، 10 منهم مرضى و90 منهم سلام ما فيهمش اي مشكله. طب النموذج قال تي بي 8، يعني نموذج قال ان في 8 مرضى صح. طب الاف ان 2، الاف ان 2 دول يعني سيكمز دي في 2 مرضى قال ان هم عليهم اصحاء، قال ان هم سلام. طب الاف بي 10 دي، احنا عايزين بس نجيب الجدول التاني كمان ونخليه قدامنا. الاف بي 10 دي يعني فولس الارم، فولس الارم يعني هم اصحاء قال عليهم مرضى 10 بحالهم. طب التي ان 80 يعني 80% اصحاء قال عليهم صح، يعني 80% اصحاء ودول صح. فبالتالي هنا لو عايزه اطبق المعادله اللي هي الاكيورسي، الاكيورسي بتعمل ايه؟ بقسم التي بي، الاكيورسي بجمع التي بي على التي ان واقسمهم على التوتال. طب البرسبشن اللي هي بقى نرجع تاني للبرسبشن ده، ده بيجيب التي بي ويقسمه على التي بي زائد الاف بي. طب الريكول بجيب التي بي ومقسوم على التي بي زائد الاف ان مش الاف بي علشان اطلع كل قيمه منهم. طيب لو انا جبت دلوقتي عندي تاني الجدول ده او الماتريكس بتاعتي دي، الاكيورسي بتاعتي لما طلعت 88%، فمعنى كده ان بكل يعني باين ان هي نسبه عاليه، الاكيورسي باين هنا هي نسبه عاليه. طب تعالى بقى بص للتي بي البرسبشن، اللي هو التي بي البرسبشن لما قسم التي بي على التي بي زائد الاف ان طلع كام؟ طلع 44%. 44 ده يعني من كل اللي قال عليهم مرضى نصهم تقريبا مش مرضى اصلا. مع العلم شايف الاكيورسي طلع عندي 88، ولكن لما جه حسب البرسبشن شفت الموضوع اختلف تماما. طب الريكول لما جاب التي بي قسمها على التي بي زائد الاف ان طلع 80%، يعني اكتشف ان 80% من المرضى حقيقيين، دي ما عنديش فيها مشكله. طب الاف 1 سكور، الاف 1 السكور بتاعه ده المتوسط ما بين البرسبشن والريكول، فده بيعكس الاكيورسي بشكل افضل. فلما يحسب هنا الاف سكور تطلع لي 57، فدي كانك بدل ما بتقول له ان الاكيورسي طلع لك 88، لا انت بتقول الاكيورسي الحقيقيه اللي بجد طالعه 57%، طلع 57%. تمام. بيقول لك ان البرسبشن والريكول give deeper insight than accuracy، ان هم افضل بكتير ان انت تقيس بيهم، احسن بكتير من الاكيورسي. يبقى دلوقتي احنا قلنا ان الاكيورسي لوحدها ممكن تبقى مضلله، خصوصا لو البيانات غير متوازنه. زي ايه غير متوازنه؟ زي مثلا حاله ان في 10% مرضى على عكس ان في 90% احصاء، فهي ما فيهاش 90% احصاء، فما فيش بالانس، هم مش 50 50 مثلا، مش 50 50، لا ده هم في 10 مرضى بس وفي 90 اصحاء. فدلوقتي يبقى لازم ابص على موضوع البرسبشن والريكول والاف سكور علشان افهم النموذج شغال ازاي وهل شغال صح ولا مش صح. فدلوقتي الكونفيوجن ماتريكس دي كانها كشف حساب بيوضح لك بالظبط النموذج غلط فين. طيب خلينا بقى نقول على حاجه اسمها الهايبر بارامتر وازاي نقدر نغير فيها علشان اعمل حاجه اسمها تيونينج، او ان انا اغير في الموديل بتاعي تغييرات بسيطه كده في الهايبر بارامتر علشان اخلي الاكيورسي بتاعته تبقى اعلى او اخلي النتيجه بتاعته تبقى احسن. طيب الهايبر بارامتر دي النموذج مش بيتعلمها لوحده، هو ما بيطلع لكش نتيجه يقول لك ايه غير لي والله القيمه اللي اسمها الماكس ديبس مثلا، غيرها لي وخليها لي كذا عشان هطلع لك نتيجه احسن. لا احنا بنحددها قبل التدريب. فلما اجي احددها قبل التدريب واديها له في الكود وتطلع لي مشكله او تطلع لي مشكله في الاكيورسي، فمعنى كده ان انا لازم اغيرها. زي ايه مثلا؟
يعني زي ايه كمثال؟ في الديسيشن تري الماكس ديبس، ماكس ديبس اللي هو كام سؤال، يعني كام سبليت هيعملها قبل ما يطلع البريدكشن صح. في الكي ان ان زي الان نيبرز. وفي الراندوم فورست زي ان انا اغير الان استيميتور او الماكس فيتشرز، الان استيميتور او الماكس فيتشر. وفي الاس في ام ان انا بغير السي او الجاما كمان، السي او الجاما. طيب دي بارامتر على حسب كل موديل من دول انت بتشتغل بيه. احنا ممكن نبقى نشرح كل موديل لوحده. دي الهايبر بارامتر بتاعته اللي احنا ممكن نغير فيه علشان يطلع لي نتيجه صح. وهنجرب الديسيشن تري على مثال مثلا، هنجربه في الكود دلوقتي. طيب هو بيقول دلوقتي ان انت المفروض لو عايز تحسن الموديل بتاعك، ايه البرفورمانس او إيه المحاور اللي انت تحسن فيها؟ اول حاجه ان انت تكتشف موديلز جديده، اكسبلور الجوريزم. ما تختارش موديل واحد، يعني مثلا ما تفضلش ماسك الاس في ام وعمال تغير فيه في البارامتر بتاعته وتقول هو ده اللي انا هستعمله. خلاص هو مش جايب معاك نتيجه كويسه، استعمل موديل تاني، استعمل الديسيشن تري، استعمل الكي نيرست، استعمل اي حاجه تانية. حاجه تانية اسمها الهايبر بارامتر تيوننج، احنا خلاص عرفناها زي الجدول اللي فات. اعمل داتا بري بروسيسنج، يعني نظف الداتا بتاعتك الاول، ولما تجيب داتا سيت اتاكد انها كلين داتا، نورماليزد داتا، حولها لو الفورم بتاعتها مثلا صور اعمل لها نورماليزيشن، حولها لارقام. هاندل الميسنج فاليو، لو في ميسنج فاليو الافضل ان انت تعمل لها هاندلنج، يعني تحط قيمها بصفر بس ما تسيبهاش فاضيه. اعمل حاجه اسمها argument data to increase الداتا سيت سايز والدايفرستي بتاعتها. فدلوقتي ان انت بتهيئ البيانات ان انت تعمل لها كليننج، او ان انت تعالج القيم المفقوده زي ما قلنا، وان انت تعملها دايفرستي او توسع البيانات علشان تقلل الاوفر فيتنج ان هو يحصل. وان انت تعمل فيتشر انجينيرنج، كرييت نيو فيتشر فروم اكزيستنج وان، يعني الفيتشرز اللي موجوده تخلق منها فيتشرز زياده، فده هيخلي لك ان هو يتعلم بطريقه اذكى من كده. طيب ممكن كمان يعني نعمل حاجات تانية زيادة، زي حاجة اسمها الراندوم سيت، هنشوفها في الكود دلوقتي، هنجربها مع بعض. ان احنا نثبت حاجة اسمها الراندوم سيت علشان هو بيكرر او هو بيقسم الداتا كل مرة يبقى عنده بذرة على اساسها يقسم الداتا كل مرة. طيب خلينا نجرب بقى موضوع التيوننج ده وندخل في التدريب احسن ونشوفه على جوجل كولاب، وبعد كده ندخل في الكروس فاليديشن هنشرحها دلوقتي. بس خلينا نجرب الاول التيوننج في الديسيشن تري، في مثال في الديسيشن تري. قبل ما نبدأ نطبق على الهايبر بارامتر، عايزة نشرح حاجة كده في السريع اسمها الكروس فاليديشن. كروس فاليديشن يعني ايه؟ هو احنا دلوقتي احنا قلنا ازاي في الهايبر بارامتر ازاي بظبط او بعمل تيوننج عشان نظبط المحطة، او علشان اظبط بالظبط ايه البارامتر اللي هيخلي الاكيوريسي تطلع لي احسن حاجه. وزي ما عرفنا طبعا في عندنا الكونفيوشن ماتريكس اللي هي بقيس بيها حاجات تانية غير الاكيوريسي عشان ابقى متاكد ان الموديل بتاعي بيطلع لي قيمه فعلا مظبوطه. طيب دلوقتي علشان احسن النتيجه بالهايبر بارامتر، خلينا نسال نفسنا سؤال. دلوقتي لما اختار الهايبر بارامتر ده، هل فعلا اقدر اثق ان الاداء اللي طلعناه او اللي الموديل طلعه ده، هل ده الاداء الحقيقي للنموذج، ولا مجرد صدفة مرتبطة بتقسيمة البيانات اللي قسمها؟ ما هو بيقسم البيانات، بيعمل سبليت للداتا، جزء للترين وجزء للتست. طيب دلوقتي هل هي صدفة ان هو طلع لي كل الاكيوريسي دي، او حتى الكونفيوشن ماتريكس كلها طلعت لي كويسة؟ يعني مثلا الكونفيوشن ماتريكس اللي احنا طلعناها هنا، هل الكونفيوشن ماتريكس طلعت لي الاكيوريسي والاف 1 سكور وهكذا، كل ده عن طريق ايه؟ ان هو قسم الداتا تقسيمه معينه. طب انا عايز ما ارتبطش بتقسيمه معينه للداتا، انا عايز اقول له مش كل مره تكتفي بتقسيمه واحده بس، لا انا عايزك تعيد تقسيم الداتا وتجرب اكتر من مره عشان تديني قيم موثوق فيها فعلا. فهعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي لو انا قسمت البيانات مره واحده، اللي هي الترين والتست سبليت، بيقسم البيانات مره واحده، جزء تريننج وجزء تيست. فدلوقتي ممكن يبقى الحظ وقتها يبقى جايب بيانات اختبار او بيانات التست تبقى سهله جدا او صعبه جدا، وبالتالي النتيجه اللي طالعه هتبقى مضلله. فايه بقى الكروس فاليديشن ده؟ بيعمل ايه؟ بيقسم البيانات لعده اجزاء او لعده فلودز، اسمها فلود، بيقسمها لعده فلود. بيدرب النموذج كذا مره ان هو يستخدم كل مره فلود مختلف كاختبار كتست، والباقي يعملوا تدريب. وفي الاخر باخد المتوسط بتاعهم، وبالتالي ابقى واثق ان النتيجه اللي طالعه في الاخر هي دي النتيجه الموثوقه. طب ليه بستعمل الكروس فاليديشن؟ اول حاجه ان هو بيريديوس الريسك بتاعك. سنجل ترين او تيست بيعمل حاجه اسمها ميسليدنج او بيضللني في النتيجه بتاعته.
روبوسيت ايفالويشن ان انا بقيس على كذا تقسيمه مش واحده بس. طيب بيتر جنراليزيشن ان هو بيديني صوره اقرب لاداء النموذج ده على بيانات جديده، لان انا قلت ان انا كل مره بغير البيانات. طيب هي نفس الداتا، بس انا مش كل مره، يعني انا عندي الداتا سيت كلها بس بخليه يختبر على جزء مختلف من الداتا اللي داخلاله، زي الرسمه كده. طيب بريفنت الاوفر فيتنج، هنشرح الرسمه دلوقتي. بريفنت الاوفر فيتنج ان هو لو حصل اوفر فيتنج فهو يقدر يكتشفه، لان هو كده مش هيبقى حافظ الداتا اللي بيختبر عليها او اللي هو عمل تريننج عليها وعمل اختبار ليها فحفظها قوي، فده هيخلينا نمنع ان هو يبريفنت الاوفر فيتنج. طيب خلينا نشرح الصورة دلوقتي. لو بصيت مثلا ان انا عندي ان انا هقسمهم 5 فلود. 5 فلود يعني دلوقتي دي عندي مجموعة من البيانات داتا سيت اهي، هنقول مثلا ان هم عبارة عن 25، حجمها 25 رو. فهو هيعمل ايه؟ اول حاجة، اول 5 نقاط اللي هي بالاحمر دي مجموعة التست، فهو هنا خد 5 للتست وساب ال20 دول للتريننج. اوكي، طب لما انا قسمت الفلود 2 فهيعمل تاني 5 صفوف في الداتا سيت اللي هي حجمها 25، فتاني 5 هياخدهم للتست ويسيب الباقي أول 5 وآخر 15 يسيبهم للداتا. طب لو قسمت الفلوت 3 يبقى المجموعة الثالثة من الداتا سيت هي اللي هياخدها للتست. طب لو قسمتها ل4 يبقى المجموعة الرابعة من الداتا سيت اللي هياخدها للتست. طب وهكذا. شفتوا؟ يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى أنا كل مرة غيرت في بيانات التست وكذلك غيرت في بيانات التدريب. أنا مرة هنا اديته تيست أول 5 صفوف، والباقي أيا كان بقى عددهم كام، 25 100 1000 صف داتا سيت بتختبر عليه، أيا كان العدد كام. المهم إن أنت بتقسم شوية تيست وشوية تريننج، وبعد كده اللي كانوا تيست أول مرة يبقوا بعدها يبقوا تريننج، وياخد جزء من التريننج يخليه تيست والباقي تريننج، وبعدها اللي كان تيست يخليه تريننج مع التريننج الأول وبعد كده ياخد جزء تيست. أتمنى إن الصورة دي تكون فهمتكم شوية. هو كل مرة بيغير في بيانات التيست وبيانات التدريب علشان يغير الداتا اللي داخلاله، هي نفس الداتا سيت بس طبعا كل رو فيه داتا مختلفه، فبالتالي هو كده عمال بيغير في الداتا. هو دلوقتي كده عمال يغير في الداتا اللي داخلاله، فانا كده عرفت يعني ايه كروس فاليديشن. طيب خلينا نقول مثال، او لا المثال ده انا هسيبه للاخر علشان انا عايزه اقوله كله مع بعضه، نطبق التطبيق العملي كله مع بعضه ان شاء الله. طيب يبقى انا كده ان انا قلت ان في كل فلود او في كل جولة او في كل فلود اسمها كده، النموذج بيتدرب على 80% وبيعمل تيست على كام في المية من الداتا؟ على 20% كل مرة. بعد ما اخلص ال5 فلود دول او ال5 جولات دول بعمل ايه؟ بجمع النتيجة كلها واجيب المتوسط بتاعها، يبقى انا طلع عندي تقييم انا واثقة فيه، انا واثقة فيه. تمام، ده الكروس فاليديشن. خلينا نقول كده مثال بسيط كده عليها علشان لو في حد لسه مش فاهمها، نقول كده مثال بسيط عليها خالص. دلوقتي لو انا كل مره، لو انا مثلا إيه عندي 25 سؤال وعايزه اختبر الطلبه، بدل ما اديلهم للطلبه نفس الاسئله كل مره، فانا هقسمهم 5 مجموعات، وكل مره هسال 20 سؤال للتدريب و5 مختلفين دول للاختبار، وفي النهايه او في الاخر هاخد النتيجه النهائيه اللي هي المتوسط بتاع الاداء بتاع الطالب او الطلبه عبر ال5 مرات اللي انا سالت فيهم دول، فبالتالي انا كده عرفت مستواه الحقيقي. تمام. اخر حاجه بقى في الشرح النظري ثم هنبدا بتطبيق كل ده عملي، عندي حاجه اسمها الجريد سيرش. يعني ايه الجريد سيرش دي؟ دلوقتي لما جينا نتكلم على الهايبر بارامتر انا قلت ان دي الاعدادات او السيتنج اللي بظبطها قبل التدريب، زي ايه مثلا؟ كمثال زي عمق الشجره اللي هو الماكس ديبس ده، وبديله رقم ان هو 3 10 50 ايا كان العدد ده دلوقتي. طب ازاي اعرف القيمه الافضل؟ انا اعرف منين هي 3 ولا 4 ولا 10 ولا 50؟ هل اجرب قيم عشوائيه واشوف؟ ده طبعا هيضيع وقت كبير مني وممكن كمان يحصل لخبطه. طب ايه الحل؟ الحل اللي انا بستخدم اداه اسمها الجريد سيرش، اداه اسمها الجريد سيرش. طيب الجريد سيرش دي كأن هي منظم التجارب كده، بتجرب كل القيم الممكنه اللي انا حددتها له ويقارن الاداء باستخدام الكروس فاليديشن، وفي النهايه يختار الافضل.
طيب خلينا نقول كمثال اللي مذكور قدامكم ده. دلوقتي البارامتر دلوقتي انا حددتها له ايه؟ حددتها له ان الماكس دبس يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4 يا اما 5، يعني او نون. انا ما اديتلوش حد معين يقارن بيه، او نون يعني بدون حد. طيب كده انا عملت له قائمه بالقيم اللي هيجرب فيها الماكس دبس، وجيت قلت له اخترت ان الموديل هو الديسيشن تري كلاسيفاير، الموديل بتاعي اللي انا هختاره الديسيشن تري كلاسيفاير. وجيت الجريد سيرش دي اديتها اسم الموديل اللي انا اخترته وقائمه البارامتر اللي انا اديتها لها هنا، وكمان اديتها حاجه اسمها الكروس فاليديشن 3 او الفلود كروس فاليديشن 3. يعني ايه؟ قلت له سي في الفلود هيقسمه 3 مرات، فاكرين الرسمه اللي احنا قلناها دي؟ انا عندي هنا فلود 1 2 3، هنا انا قلت له الكروس فاليديشن بتاعتك انا عايزها 3، يعني هيقسم 3 مرات. بس احنا كنا هنا. طيب وبالتالي وبعد كده عايزه اقول له جريد فيت، يعني هنا من اول هنا ابدا اعمل جريد سيرش ان انت تدرب النموذج اكتر من مره. الاكس ترين والواي ترين اهو، اللي هم ال3 مرات اللي انا قلت عليهم. وبعد كده يعني مره المفروض هيقيم، هيحط الماكس دبس ب2 ويقيمه، وبعد كده هيحط الماكس دبس ب3 ويقيمه، ومره ب4 ويقيمه، وهكذا. طيب هنا بقى انا لما عايزاه يطبع لي حاجه اسمها الجريد دوت بيست بارامتر، ده بيديني افضل قيمه للماكس ديبس اللي هو خده من هنا، يعني انهي اللي جابت اعلى اداء في الكروس فاليديشن. طيب وبعد كده عايزاه يطبع لي كمان حاجه اسمها جريد بيست سكور، يعني المتوسط الاكيوريسي للنموذج الافضل بعد التقييم. مش انا قلت لكم ان هو هيجيب المفروض اكيورسي واكيورسي واكيورسي في كل فلوت بيطلعها، وبيطلع في كروس فاليديشن يطلع نتيجه، انا عايزاه بقى يجيب المتوسط بتاع النتائج دي كلها. فدلوقتي السكور ده هيدينا المتوسط بتاع الاداء، والبارامتر ده هيدينا افضل قيمه ماكس ديبس. فهمتوا الجريد سيرش؟ تمام. طيب خلينا مثلا احاول ان انا اقول لكم كمثال كده اقرب، او تطبيق اقرب. ان انا دلوقتي لو عايزه اعرف انسب درجه حراره بخبز عليها مثلا انسب درجه حراره مناسبه للفرن بتاعي. هخبز كيكه مثلا، وعايزه اعرف انسب درجه حراره، هل هي 200 ولا 160 ولا 180؟ بدل ما اخمن هجرب كل درجه، هجرب مره 160 180 ومره 200، وفي الاخر هقول ايه؟ ده افضل نتيجه كانت عند مثلا 180، والله طلعت لي الكيكه تحفه. فده بالظبط اللي بيعمله الجريد سيرش، ان هو كل مره بيجرب بارامتر ويطلع لك انه احسن بارامتر اللي طلع احسن اداء. تمام. يلا بقى نجرب الكودينج، نعمل الكروس فاليديشن، ونعمل الجريد سيرش، ونجرب الهايبر بارامتر ان احنا نعمل تيوننج في كود محترم كده على جوجل كولاب. طيب بصوا، انا لقيت ان الفيديو كده هيبقى طويل قوي، فانا قررت ان انا هخلي التطبيق في جزء فيديو بسيط كده بعد الفيديو ده على طول. والمرة الجاية يعني انا هنزله دلوقتي برضو، اللي هو التطبيق هطبق وننزله دلوقتي على طول. والمره الجايه المفروض ان احنا هناخد البريدكتيف اناليتكس والناتشورال لانجويج بروسيسنج، هناخدها السكشن اللي جاي، او هتتسجل السكشن اللي جاي. ودلوقتي باذن الله هقفل الكود، هقفل الفيديو ده على كده وانزل التطبيق. شكرا.